اخيرا يا عم باسيرو شغلت دماغك ولعبت ب 4 2 3 1. طبعا شكل الزمالك النهارده غير اي ماتش قبل كده. انت النهارده 4 2 3 1 حطيتك في نزعه هجوميه افضل من اللي فات. على الرغم ان انت كنت بتلعب باللعيبه اللي هي الاحتياطي واللعيبه الناشئين، لكن كان ليك شكل هجومي احسن من من خطه 3 4 3 دي خالص يعني. خصوصا لما ناصر ماهر لعب في مكانه، وعندك ابتديت برضو بناصر منسي. يعني اللعيب بيلعب في العمق كويس، بيجري الأجنحة كويس. فهو انا من وجهة نظري افضل من سيف الجزيري بكتير. سيف الجزيري عامل زي الطالب المؤدي، يعني بينزل يأدي اللي عليه ويطلع وشكرا على كده يعني. تلات 4 2 3 1 النهارده هتعمل لك مشكله بعد كده. هي الخطه كويسه وكل حاجه، بس هتعمل لك مشكله. هتعمل لك مشكله في الناحيه الدفاعيه، لانك انت هتلعب باتنين مدافعين بس. انت عندك الونش وصلاح مصدق وحسام عبد المجيد، مين الاساسي ومين اللي احتياطي؟ دي بتاعتك، اللي هم الثلاثه هايلين بصراحه يعني. بس انت ما تقدرش يعني تحط الونش احتياطي في بدايه المباراه، خصوصا ان هو يعني الكابتن بتاعهم. فدي مشكلة هتقابلك بعد كده. وخصوصا برضو من المكاسب بتاعة الماتش النهاردة ان هي بروفا للماتش اللي جاي. لكن انا توقعي برضو ان انت هتخاف تلعب بالطريقة دي قدام الفرقة اللي هتلعبك هنا في القاهرة، وهتقلب الطريقة 3 4 3 عشان الناحية الدفاعية. هتحتار مين هتقعد مين من الثلاث لعيبة. انا اتمنى ان انت تلعب ب 4 2 3 1، وممكن تبتدي بحسام عبد المجيد وصلاح مصدق. ده افضل يعني بداية للمدافعين. ممكن يلعبوا الماتش اللي جاي.